الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أمسية طيبة لكل متابعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من سلسلة برنامج رمضان يجمعنا. هذه السلسلة التي نطرح فيها محاور عدة ومواضيع كثيرة تخص الصالح العام، وتكون مواضيع تثقيفية وتوعوية. وسيكون موضوعنا لنهار اليوم بعنوان اعمل خير تحصد خير. وفي هذا السياق يسعدني أن أستضيف شخصية بارزة وفاعلة وناشطة على المستوى الحركة الجمعوية وعلى صعيد المجتمع المدني. إذن يسعدني جدا أن يحضر معي السيد العمري ياجل، ناشط على مستوى الحركة الجمعوية بمنطقة حمام قرقور، وكذلك بالمنطقة الشمالية لولاية أسطيف. إذن العمري ياجل، حللت أهلا ونزلت سهلا في أحضان برنامج رمضان يجمعنا. شكرا، بارك الله فيكم إن شاء الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الإله صلى الله عليه وسلم. يسرني كذلك ويشرفني جدا أن أكون حلقة ضمن برنامجكم المميز وبرنامجكم المزكى بإذن الله. هذا البرنامج الذي احتوى يعني في طياته كثير من المواضيع المفعمة أو الداعمة للخير وفعله على المستوى الداخلي أو الخارجي. فشكرا كثير على دعوتكم وشكرا على برنامجكم. ونحن هنا لبعض يعني أو إعطاء بعض التوضيحات أو التحفيزات يعني في المجال الخيري، وإن كنا يعني مقصرين في ذلك مهما فعلنا. نعم، إذن سيد العمري، بداية ومن خلال العنوان الذي طرحناه في هذا الموضوع، احصد خير، ازرع خير تحصد خير. إذن أود في البداية أن أطرح عليك سؤالا، يعني خلينا نقول أنه سؤال تقييمي. يعني شهر رمضان لهذه السنة، كيف ترى يعني النشاطات الخيرية والأعمال التطوعية على صعيد الجمعيات وعلى صعيد المجتمع المدني يعني في هذه المنطقة؟ ما هو تقييمك يعني لهذه السنة؟ يعني في بادئ البدء نشكر كثير كل الفاعلين، وما نقدروش نقيمهم لأنه فعل عظيم جدا يعني اللي راهم يقوموا به بعض الجمعيات وبعض الأفراد، حتى بعض الأفراد خفية ما نعرفهمش، ما نقزموش بالأعمال تاعهم. أنا يعني شخصيا والله أرى يعني تكاثف للخيرات وتناسق كبير بين الجمعيات والأفراد يعني الخيرة في هذا المجتمع، وهذا الشيء راه يعني فضل تاع ربي سبحانه وبركاته التي أنزلت ورحماته كذلك، لأنه شهر الرحمة مش إحنا قلناه شهر الرحمة. يعني كثير من الناس يعني شهر الرحمة هذا الأولون والأولون قالوا هذا الكلام. نعم. وصح هو الشهر تاع الرحمة، يعني والنتائج تاعو رانا نشوفها فيها في الميدان، الله يبارك. يعني إن شاء الله في شهر الفضيل ما كانش فقير. أكيد بإذن الله تعالى. وسيد العمري، أريد أن أطرح عليك سؤال آخر فيما يخص يعني البرمجة التي، بما أن حضرتك يعني ناشط جمعوي ويعني تشغل مناصب في المكاتب التنفيذية لمختلف الجمعيات، إذن الجمعية أو المنظمة أو الهيئة أكيد أنها قبيل شهر رمضان ستضع في أجندتها أو في جدول أعمالها يعني برنامج لمختلف الأعمال ومختلف الأنشطة التي تتوافق مع الشهر الفضيل، مع شهر الصيام. يعني فيما تتمثل يعني مختلف وأبرز وأهم هذه الأعمال، سواء كانت أعمالا تطوعية أو حتى مثل ما نرى أن هناك بعض النشاطات الثقافية يعني. نعم، حينما نتكلم عن الأعمال نسوقها للمجتمع بعد برنامج مسطر مسبق. أكيد. يخضع لي أولا الميزانية،
والحمد لله ميزانية رمضان ليست كميزانية الأيام الأخرى الأشهر الأخرى. أكيد، وإذا توافقني الرأي يعني تكون هناك تهافت على التطوع من قبل الكثير من المحسنين، أليس نعم كذلك؟ نعم. نعم. يعني تهافت بين صفوف في صفوف في صفوف المحسنين، كذلك يعني اللي نسوق لهم التحية الكبيرة سواء المحسنين أو وسطاء الخير. نحن وسطاء خير فقط. نعم. يعني بين المحسنين جزاهم الله خيرا وبارك في أموالهم وأولادهم، وبين الفقير والمحتاج الذي يعني يستاهل ما نسعى إليه في رمضان أو قبل وبعد رمضان. كذلك إذا توافقني لا ننسى القائمين في الميدان كذلك. القائمين في الميدان جزاهم الله خيرا. ثانيك نعم. الناس اللي راهي تقوم في الميدان أحس معهم قليلا، لأنه كي تكون في الميدان والحمد لله راكم جربتوا كامل، تحس روحك أعز الناس وتحس روحك خفيف. نعم وهو كذلك. ولو عندك يعني أشغال وعندك أثقال، لكن كي تكون في الميدان تاع الخير ولو كان بسيطا تحس روحك يعني تحس روحك إنسان راك تقدم في حاجة وتحس بالراحة النفسية. وهذا الشيء يعني نتمنوه باش يعم على كامل يعني أكيد إن شاء الله. سيد العمري، يعني في هذه المنطقة، يعني منطقة حمام قرقورة، وخلينا نقول المنطقة الشمالية لولاية سطيف ككل، يعني من هم النشطاء الذين في رأيك تراهم يعني في رمضان لهذه السنة يعني ترى تهاتفهم كبير على فعل الخير وعلى مختلف الأنشطة، يعني خلينا نقول أنهم فاعلين يعني بصفة أولى وبمرتبة يعني رفيعة جدا؟ قبل ذلك الأفعال الخيرية، يعني أصحاب الأفعال الخيرية دائما تحبذ الستر، تحبذ لا العمل. يعني فقط نحن لا نتكلم وكأنه على أشخاص، ولكن كجمعيات وكهيئات ويعني جهات. إذن حتى الجمعيات، يعني حتى الجمعيات يسوق خيرهم ويسوق هذا الدافع المعنوي والدافع المادي أشخاص، يعني تروح تعاود ترجع للأشخاص. الأشخاص الفاعلين، يعني واللي راهم يحفزوا في الجمعيات ولا في بعض المنظمات مثلا الخيرية. والله يعني كاين كثير منهم، يعني ما نقولوش غير هنا والله يعني المستوى الوطني كامل الحمد لله. يعني الشخص الجزائري والله الفرد الجزائري عنده النزعة الخيرية وعنده الوازع الديني، ويحب حتى ولو كان يكون يعني طايش والله هارج في بعض المجالات، لكن كي توصل الأعمال الخيرية تلقاه يعني يسبل بوقته ويسبل حتى بماله ويسبل في كلش في سبيل إسعاد والله إفراح يعني. ولكن سيد العمري، من باب أنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله، خلينا نتكلم عن الأعمال. ما هي أبرز الأعمال الخيرية التي تراها في هذا الشهر، في شهر رمضان لهذه السنة، وهي منتشرة كثيرة في هذه الأيام في مجتمعنا؟ نعم، أولهم المراكز، يعني المراكز تاع الإفطار. نعم، مراكز الإفطار. نعم، مراكز الإفطار إخوتي الكرام أو المشاهدين الأعزاء، منتشرة جدا يعني على ربوع الوطن، وهذا شفناه يعني في سطيف والله في يعني خارج سطيف. الحمد لله والشكر والمنة والثناء الحسن لرب العالمين اللي يعني زكى بعض الأشخاص وبعض الجمعيات. المراكز يعني مراكز الإفطار نقدر نقول لك كل بلدية تحتوي على مركزين 3 مراكز، يعني ما شاء الله. يعني والله خير عظيم جدا، خير يعني وافر جدا والحمد لله وهذا فضل الله. هنا في حمام قرقور نذكر كاين مركزين الله يبارك، مركزين تاع الإفطار. نعم. واحد مانيش يعني ان شاء الله يوصلني ربي ونروح نوقف معاهم ونشوف. اما الثاني راني معاهم ان شاء الله، يعني جزء لا يتجزأ منهم، وراني نقدم حاجه بسيطه جدا معاهم. راهم يسعوا الله يبارك من اللي نوضوا الصبح هما يسعوا فرحانين ويعني خير عظيم. يعني والله رساله الشكر اليهم من هذا المنبر، يعني بحد ذاتها تشجيع يعني بالغ الأهمية، أليس كذلك؟ نعم. ويستاهلوا، يعني كما قلت أنت من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. معناتها يعني وربي سبحانه يقول لك أما بنعمة ربك فحدث. النعم الإلهية حتى هذا النعم يعني هي إلهية، لأنه ربي سبحانه هو اللي زرع هذيك حب الخير وحب الضعيف وحب عابر السبيل، وباش خلاهم يعني يقوموا على هذاك. أنا من هذا الباب ومن هذا يعني المنبر نشكرهم كثير كثير. حتى المركز إفطار تاع حمام قرقور تاع المنعرج تحت. نعم. في فندق جورجورا. نعم، جورجورا
الله يبارك راهم يوكلوا حتى ل 300 يعني ما شاء الله، يعني وجبة. والله خير عظيم. نعم. ما شاء الله يعني ما شاء الله. للمركز افطار ثاني تاع الكومبلكس هنا الفوق، الله يبارك جزاهم الله خيرا، راهم على قدم وساق. يعني احنا كما يلحقوناش لتحت معناتها حكمهم هما الفوق. اكيد. ومشكورين كثير، ربي يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله. كذلك نذكر على سبيل المثال حربيل. نعم. كاين بعض النشطاء وبعض الجمعيات يعني في وحتى حربيل. على ذكر بلدية حربيل، يعني نعم. والله أنا شخصيا أرى فيها دائما كل شهر رمضان، وحتى يعني من غير شهر رمضان، حتى في مناسبات مثل الدخول المدرسي، أعياد، يعني والله هناك ثلة من الأشخاص، يعني والله في كل يعني مناسبة نشيطين جدا. نعم. في كل مناسبة لا يتواروا يعني لحظة، ولا يدخرون جهدا ولا فضلا في تقدمهم واندفاعهم لفعل الخيرات. نذكر جمعية كافي اليتيم، الله يبارك، يا راهي نعم. يعني على قدم وساق، نحييهم ثانيك من هذا المنبر، نشكرهم كثير. كاين بعض المحسنين في قرية العزيب، قرية الحبيبة. نعم. يعني الله يبارك فعالين للخير، وناس حتى ولو كان ببساطتهم لكن يحبوا يديروا الخير، يحبوا يديروا القفف، يجريوا ويسعاوا. والحمد لله هذا فضل رب العالمين. وكاين بعض الاشخاص اللي راهي خفيه، راهي تمد. نعم، وهو كذلك اكيد رجال خفاء بزاف أكيد. يعني انا ما نذكرش الاشخاص لانه ممكن راح نقصي اشخاص نعم. ما نعرفهمش ولا ما ننساهم، بصح نقولوا اشخاص كثر هنايا الله يبارك، حبابين للخير وفعالين يعني للخير كثير، مشكورين ما شاء جدا. الله، يعني ما شاء الله جدا. إذا ننتقل سيد العمري إلى فاصل، وبعدها نواصل هذا الحوار الشيق. لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. إذا عودة مرة أخرى إلى هذا الحوار الشيق وهذه الحلقة الممتعة. إذا سيد العمري، بعد أن تحدثنا قبل هذا الفاصل عن مختلف الأعمال الخيرية والتطوعية، لو ننتقل إلى النشاطات الثقافية. يعني أنت يعني كناشط جمعوي، أكيد في رمضان تكثر كذلك النشاطات الثقافية وبعض المسابقات إلى آخره. أجل. نعم، يعني أطلعنا على بعضها. نعم، وهو كذلك. بالنسبة للنشاطات يعني الثقافية، هي نظيرة النشاطات الخيرية. نعم. يعني كل ما يكون نشاط خيري وخاصة من تكون لها علاقة يعني بالأمور الدينية. نعم. ورمضان. نعم. يعني النشاطات الثقافية والنشاطات الخيرية هي يعني في 11 شهرا الباقية كلها يعني سارية المفعول، لكن تتضاعف وتتبرمج في شهر رمضان. نعم أكيد. يعني عنده ميزة خاصة، وكل النشاطات تصب في يعني في الدين كما نقولوا. إذن بعض النشاطات الثقافية هنا في المنطقة كغيرها من المناطق الأخرى، كاين نشاطات أولاهم وعلى رأسهم وعلى تاجهم هذا البرنامج الذي سطرتموه، وهذا يعني نعم. حتى هذا شكرا نعتبره جزيلا يعني لك. برنامج ثقافي ثري جدا، لأنه يصب في خدمة المجتمع بطريقة مباشرة، لأنه الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات أكيد يكونوا لهم أولاد ولهم وممكن شباب راهم يشوفوا فينا، ممكن الآخر يعني إن شاء الله يتحفزوا، إن شاء الله أكيد، يتحفزوا وكذلك إن شاء الله، يعني الآخر. هذا هو المنى الذي نرجوه. بارك الله فيك. وهذا نعتبره يعني أزكى يعني النشاطات الثقافية في هذا الشهر الفضيل. نذكر هذا النشاط يعني هذا البرنامج الذي سطرتموه. نعم، برنامج رمضان يجمعنا. رمضان يجمعنا، وإن شاء الله ما نتفارقوش بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. رمضان يجمعنا. هنالك كذلك ترانيم الذي تقوم به نعم جمعية نشاطات شباب البلاغ. نشاطات شباب البلاغ. نعم، هو نشاط يعني للإنشاد الديني. نحييكم تحية خالصة جمعية البلاغ ما شاء الله. هناك ثانيك نشاطات يعني نشاطات ترانيم فيها التسابيح، فيها الأحاديث، وفيها يعني إنشاد، فيها الإنشاد الديني، فيها يعني مشكورين كثير. كذلك نجيو ليس ببعيد عنها جمعية أدسافا للسياحة، الذي نتشرف نحن الاثنان نتشرف أن نكون عضوين فيها. كبقية من الجمعيات تسعى يعني واقفة على قدم وساق، تسعى بكل ما يعني بما في وسعها لترقية هذا المجتمع وتقديم كل يعني ما يتعلق خاصة في رمضان راهي سند إلى المركز الإفطار. مشكورين كثير يعني جمعية أدسافا، بارك الله فيكم.
على غرار ذلك جمعيات كثيرة، يعني جمعيات تاع حمزات، مهم. جمعية جمعية حمزات كبورس، نعم. يعني كابورس راهي الله يبارك على قدم وساق. ما عندهاش بزاف، جابوا لنا الله يبارك قافلة طبية. نعم أكيد. يعني الله يبارك استفادوا كثير من الناس يعني هنا في المنطقة عموما، ليس في حمام قرقور فقط. عندنا كثير من الجمعيات هنا في واد سبت، في هنا في الاخر. يعني جل النشاطات الثقافيه هي مثلا في حفظ القران نعم. والحديث النبوي مهم. والترتيل. أكيد نعم. ويعني يعني بما أنه شهر رمضان شهر القرآن، أكيد ستتوافق هذه النشاطات بارك. مع نشاط القرآن الكريم. جلها تصب في نعم، هذا الموضوع. وهو كذلك. يعني ما همش مقصرين الجمعيات تاع الشمال الصيف عموما، يعني بارك الله فيكم يا يعني وهذا فخر لنا أكيد. نعم أكيد بيان سور. نعم سيد العمري، يعني في آخر نقطة في ودي أن نتطرق إلى مجموعة من النقاط التي نتعرف من خلالها على أهداف وفائدة هذا النشاط عموما، يعني على المجتمع وعلى جميع أطيافه. يعني كما قلت قبل قليل، ربما هناك شباب وأطفال يحتاجون تحفيز وإلى آخره. نعم تفضل، فيما تتمثل هذه الفائدة يعني؟ فضلكم عظيم إن شاء الله. الفائدة كما يقولوا التجار، الفائدة مسبقة في هذا الأعمال الخيرية والنشاطات الخيرية هذه، والله المسابقات هذه كلها تصب في التربية والتوعية أكيد من جانب، ومن جانب آخر في إشباع بطون بعض الفقراء والأيتام والأرامل. يعني حتى يكونوا أو يصطفوا إلى مرحلة نظرائهم في المجتمع. يعني في رمضان الناس كامل إن شاء الله تأكل، يعني وكأنها نشاط لجبر الخواطر. نعم بارك الله فيكم إن شاء الله. يعني كما قلت تجبر خاطر يتيم أو أرملة، وأجرها عظيم، وأجرها عظيم. ونحن في شهر يعني تعظم فيه الأجور دون ننسى. والفائدة الأولى والله يديها المحسن هو في حد ذاته، لأنه علاش كل واحد راح يقدم خير راح يرتاح. نعم، وهو موضوعنا لنهار اليوم، ازرع خير تحصد خير. بارك الله فيكم. إذن يعني من الفوائد مختلفة. الفائدة المعنوية لفاعل الخير في حد ذاته، ثم الفائدة المعنوية للناس اللي راح تقيسهم هذه الإعانات مثلا، والله هذه الأعمال الخيرية يعني راح يستراح، راح يفرح، راح خاصة إذا كانت طريقة إيصال الخير في محتواها يعني تكون في الستر، وتكون يعني بالتواضع، وتكون يعني بإجلال الإنسان اللي راح تمد له، يعني تقيمه وتحترمه حتى ما يحسش بالضعف، لأنه كلنا ذوي أضعاف. نعم، يعني كلنا فقراء إلى الله. أكيد. بارك الله فيك. نعم. كلنا يعني الآخر. أنا من هذا المنبر يعني نخص يعني طالب صغير ولا طالب بسيط، لكن المحتوى تاعو كبير. نقولوا المشاهدين الأفاضل خاصة المحسنين، والله الجمعيات من فضلكم مثلا الفقراء والله ما عندوش المادة في جيبه، لكن عنده أشياء واحدة أخرى ما عندناش إحنا، ممكن جدا ما عندناش. يعني إنسان المحسن والله إنسان الفاعل الخير ما راحش يتمزى بالخير تاعو على الفقير. أكيد. لأنه علاش هو فقير في موضوع ما يرى ونشوفوه ونحسوا به باش نحسيوه ونروحوا ليه، لكن احنا فقراء في حوايج ما يعلموهمش الناس. نعم، وهو كذلك. إذن نعم. خاوتي المحسنين وخاوتي يعني فاعلي الخير، حتى ولو كان هذا ما يخفاش عليكم، لكن فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. نذكروا خاوتي ما نشهروش بالأعمال الخيرية وما نشهروش بالناس المستفيدة من الخير، ونروحوا لهم في السترة، ونروحوا لهم لو كان تصيبوا في الليل، ونروحوا لهم يعني على ستر وعلى قدر من الاحترام، حتى يعني تصطفي هذه الأعمال عند ربي سبحانه ولا ينقص منها شيء، ماشي من باب الرياء لكن من باب الحفاظ على جبر الخواطر، باش يكون خاطر يعني مضمون وكل. يعني في الختام نترك لك كلمة سيد العمري، إذا أردت ما تضيفه لنا. نعم تفضل. بارك الله فيكم إن شاء الله. يعني الأعمال الخيرية وإن كان هذا البرنامج عنده نهاية ونحن وصلنا إلى النهاية، نعم، لكن الأعمال الخيرية ليس لها نهاية. نعم أكيد. فهي مطلقة، ويعني والحمد لله فعل الخير لا يحتاج إلى ملف باش تدير الخير، والله يحتاج إلى صحة، والله يحتاج إلى جمال أو مال. نعم. يعني فعل الخير راهو سبحان الله راهو مغطي من عند ربي سبحانه. إذن كل واحد
قادر يدير حاجة، أنا ننصح يعني كل الإخوة اللي حابين يعني يديروا الخير، ليس شرطا أن يكون مالا، لكن أي فعل يعني تقوم به راح يحفز وراح ينجح المجتمع. حتى ولو كنت تحكم شاب تنحيله القارو من فمه بك أكرمكم الله، يعني تنحيله راح تزرع فيه عفسة، يعني حاجة واحد حاله قارو ما يعرفوش، وتعطي له نصيحة قادر رب العالمين يوفقه ويعني ويبطل هذيك العادة السيئة بسبب يعني فعل صغير جدا. يعني نعم. لا تستصغر الافعال الخيريه. انا نقولوا باللي يعني الله يبارك ما دام اصطفانا ربي سبحانه، يعني فضل تاع ربي. نعم. لانه اللي ما فيهش البذره تاع الخير في قلبه، ماشي بذره الخير، بذره يعني فعل الخير، حتى ولو كان ماله ما يقدرش يدير، حتى ولو كان بصحته ما يقدرش، وبمعارفه والمكانه تاعو في المجتمع ولو كانت مرموقه ما يقدرش يدير الخير. ان غابت هذيك يعني الرغبه اللي في القلب، وهذيك اللي في القلب يديرها ربي سبحانه. يعني اللهم لك الحمد على هذا الشيء، يعني اللي راه في داخل الناس تاع الخير، هو اللي خلانا نسعى كل واحد يعني في مجاله وكل واحد على قدراته، والحمد لله رب العالمين. إذا نحمده سبحانه وتعالى ونسأله أن يوفقنا إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، ونسأله السداد والتوفيق. إذا أعزائنا المشاهدين طيبين، نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي في حلقات أخرى بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا،